لابس باص من باسم علي اليها دومينيك يا سلام على النقل، جول. هو الضغط بيولد ايه في الكوره غير الاهداف؟ وجده على طول من تمرير دومينيك قال له هي يا عم المره دي مش هطمع فيها، يلا يا عم جده فرحنا وفرح الاهلاويه بالاول في الدقيقه 32 من عمر الشوط الاول واللقاء. محمد ناجي جده اول اهداف اللقاء اهي. بص حضراتكم بص بص باسم علي وهنا جده على طول ضرب خط الظهر لا يسأل عنها محمود ابو سعود اللي عامل 31 دقيقة طيبة والله مع المقاولين العرب. اهي بص حضراتكم دومينيك وقطع كويس قوي جده وبشماله ما استناش يعدل الراجل ولا يسند، والهدف الاول للنادي الاهلي. ده ما يقللش. بص حضراتكم ادي هنا قاطع، لا والله فيها دفعة صح للسيد حمدي، والسيد حمدي بخبرة الراجل وقع وعلى طول تبقى فيها انذار وضربة جزاء اهي الدفعه اهي باسم علي زقه ورفع ايده ما عملتش حاجه، بس كان شافها مدحت عبد العزيز وضربة جزاء لله. فتحي وابو سعود فتحي وابو سعود راح بس داخل الشباك الثاني الاهلاوي على طول داخل شباك المقاولين العرب. اهو ابو سعود زعلان راح معاها كويس الراجل بس خلاص بقوه وبتركيز من احمد فتحي يضع الثاني للنادي الاهلي عشان بلغه الكره يهنج تماما لعيبه المقاولين بعد ما كانوا واخدين ثقه في اول 12 13 دقيقه من عمر اللقاء والشوط الثاني اهي. بس والله ابو سعود راح معاها كويس يعني ما قفلش ايده. بص حضراتكم ما قفلش ايده فيها وتسبر الشباك الثاني الاهلاوي. ضربه الجزاء رقم 42 في عمر البطوله بتتسجل داخل شباك محمود ابو سعود والمقاولين العرب من احمد فتحي.